السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونلقاكم ديما بالصحة والعافية ان شاء الله. اليوم راح نحضروا مع بعضنا مقروط العسل او المقروط المقلى باللوز، اللي راح تشوفوا وصفة ناجحة من اول مرة، يعني اللي جامي ينجح لهم المقروط ما عليه غير يتبعنا اكيد راح يستفاد معانا. نروح نشوفوا واش كاين في الوصفة. دائما مع قاطو الجروا بالنتسبان. قولوا بسم الله. عندنا 2 كيلو سميد خاشن تاع الباكيات، ماشي خاشين تاع القلب اللوز. انا استعملت سميد مولا، كيما نقدر نستعمل سميد ماما، وتاني كيما سميد سيم. يعني بهذه الطريقة اي سميد نخدم به يجي عادي. عندنا 4 كيلات تاع سميد، يعني كل كيلو يرفد لي 500 غرام بهذا الكيلة، يعني باكي فيه 2 كيلات. 4 كيلات سميد ممسوحين ماشي بومبي. هذه الكيلة الثالثة، ونزيد الكيلة الرابعة. يعني هاد المقادير مقادير تاع 2 كيلو سميد. هنا عندي كملت 4 كيلة توعي. ونضيف الملح عندي 10 غرام، يعني في 2 كيلو نستعمل 10 غرام تاع الملح، وفي الكيلو 5. وانتوما تضاعفوا ولا تنقصوا على حسب الكمية اللي عندكم. وعندي 2 مغارف كبار تاع السكر ولا 4 مغارف صغار. ونخلط مليح النواشف السميد والملح والسكر. ونضيف الكيلة تاع السمن. انا نفضل نضيف غير سمن وحده، والكيلة تكون معمرة ماشي فايضة، معمرة برك. بعد ما ضفت السمن نكمل نخلط ونبسس مليح بهذه الطريقة. وحتى لهنا الطريقة راهي سهلة وواضحة، يعني ما كانش تعقيدات. ان شاء الله تكونوا فاهميني. هنا نجيب الكيلة ديالي ونعمرها بالمزهر، مزهر وحده ماشي الماء ومخلط بالمزهر. غير بالعقل. نروح نرش السميد تاعنا، وكلي راني نفتل غير بصبعتية. نشمخ سميد اللي عندنا. هنا الكيلة على حساب السميد، كاين اللي يدي كامل الكيلة وكاين اللي ما يديهاش. نكمل نفتل ونزيد نرش الماء زهر غير بالعقل، حتى نحس السميد كلي راه حاب يتلم. ونحبس، باسكو لو كان نكملها كامل راح يتعجن معانا، هو المفروض نخلوه مفتول. انا هنا راني خليت شوية برك تاع المزهر، ونخليه يرتاح حوالي ساعة، ومرة على مرة نروح نخلطه باش ينشف مليح. ونروح نحضروا اللوز. العقدة عندنا 300 غرام لوز. 300 غرام لوز تكفي لمقادير تاع 2 كيلو سميد. نرحو اللوز مليح في الرقيق ونقسموه على 3 كيلات، والكيلة نفسها اللي كيلتو بها اللوز نكملو نكيلو بها السكر. ونضيف لافاني. ونخلط مليح. انا هنا العقدة ديالي راح نلمها ببياض البيض. نخلط البياض البيض ونضيف غير بالعقل.
راح يمد للوز طراوة وخفة. هكذا نضيف البيض ونلم اللوز، وكي نشوف خلاص تلم اللوز نكمل نعجنه بشوية مزهر، نعجنه مليح ونخليه طري. نجي نشكلهم حرابش ونوجدهم باش نبداو نخدمو المقروط، هكذا باش تكون الخدمة نقية. نروحو نشوفو السميد اللي خليناه يرتاح حوالي ساعة باش يشرب الماء المزهر وينتفخو الحبات السميد. هكذا نعاود نفتحو كامل باليد بهاد الطريقة. كاين وين نلقاه يتشكل كريات تاع السميد نحاولو نفتحوهم كامل ونخلوه مفتول على حبة وحدة. بعد ما خلاص كملت فتحت السميد كامل نبدأ ناخد غير بشوية، ما نشمخوش كامل، يعني اللي ما يعرفوش يشمخو بشوية واللي يعرفو هادوك اللي عليهم كلام، ونشمخو غير بالماء في هاد المرحلة. هكذا نرش بالعقل باش ما يغلبناش الماء، واللم برك ما نعجنش، وانا نرش نسيي نطمو باش يتشكل معانا كتلة، يعني نلم ونطم العجين. وإذا شفتوه تلم وراه ناشف يعني خاصو شوية ماء، لازم يجي طري، ماشي طري بزاف حتى ما نقدروش نشكلوه حربوش تاعنا، وماشي ناشف هكذا الحربوش يتشقق. وبهاد الطريقة نبداو نشكلو في الحربوش. ونخلوه ماشي خشين بزاف، وبأطراف الأصابع نفتحو وندير طريق كيما راه موضح، وندير اللوز اللي كنت وجدته، ونعاود نغلق الحربوش مليح، ونزيد باليد نسويه وندورو حتى يوصل للمقاس المطلوب. هنا باش نعاونكم جبت مسطرة نقيس 3 سنتيمتر من كل جهة باش الحربوش يجي سوا والحبات كامل كيف، والحبة تجي مليحة ماشي صغيرة وماشي كبيرة بزاف، متوسطة. ونزيد نجيب هاد الطابع تاع المقروط تاع بكري، انا نفضل نرشم به يجو الحبات متحوفين به خير من الاخرين، ونقطع الحبات المقروط بالكوبات، وبهاد الطريقة نسوي الاطراف باش يجي بومبي.
بعد ما كملت الحربوش الأول نروح نزيد عجنة دوزيام باش نحضر الحربوش الثاني. بنفس الطريقة نشمخ السميد بالماء ونلمها حتى توجد معايا، ونشكل الحربوش بنفس الطريقة الأولى. أنا هنا عندي مقلة كبيرة ترفد لي حتى 30 حبة على خطرة، ما نوجد 30 حبة باش نبدأ نقلي. من جهة الأخرى الزيت راهي تسخن وأنا راني نكمل نوجد في المقروط للقلية الأولى. صيبوا هنا الحبات المقروط راهم وجدوا، نروح نقليه. راكم تشوفوا هذاك القرياج اللي داخل المقلة، من المستحسن ديروه كي تقلوا المقروط، ومن بعد نقولكم علاش. بعد ما سخنت الزيت ندير المقروط يتقلى على نار متوسطة زايدة شوية، ماشي متوسطة للهادية. أنا هنا نقليه على الطابونة دونك راهم شاعلين بين 3. أنا المقروط ياخذ لي حوالي 10 دقائق طياب، وإذا كتر 12 دقيقة. ومن المقلة للعسل مباشرة، والعسل تكون باردة، المقروط سخون والعسل باردة. ووصفة العسل راني حاطها في فيديو عسل منزلي، اللي ما شافهاش يروح يشوفها هكذا باش تحضروا المقروط بالعسل ديالو. نكمل نصفي كامل هذاك المقروط في العسل ونخليه يشرب الوقت اللي نحي المقلاة دوزيام. نكمل نقلي واش تبقالي من مقروط. كما راكم تشوفوا المقروط ما تفتحش معانا، نخدم به يعني آلاز على خاطر شدا حقو تاع الماء. والمقروط كي يفتح لنا حب يقول ما شربش الماء ديالو. ونروح نحي المقروط الاول من العسل باش ندير المقروط الثاني. هكذا بعد ما كملت القليان نزيد نخليه يشرب العسل المليح.
رانا وصلنا للنهاية، وهاو المقروض ديالنا اللي حضرناه مع بعضانا، جا كامل على حبة وحدة وشباب وطايب مليح. وكيما قلت لكم على هذاك القرياج، هو علاش يفضل ديروه باش المقروط ما يتحرق لكمش من التحت ويجيكم طايب كي من تحت كي من فوق. كيما على بالكم المقروط في المقلاة يخلي حمورية من تحت كي يكون بلا قرياج، وهذا هو الحل لهذا المشكل باش يكون منظر المقروط شباب، وراهم متوفرين في السوق من حب من الصغيرة للكبيرة. نقسم معاكم حبة، هاوليك كيفاه جا. الحبة مليحة، ماشي صغيرة وماشي كبيرة، حوالي جاوني 52 حبة. وطايب من الداخل، واللوز راه بيض وطري، والحبة تهدر وحدها. والوصفة هذه ناجحة 100%، نطلب تجربوه، راح ينجح معاكم. ومن هنا نقول خلي طيابك ديما في القمة وبالشان والهمة، فضلا وليس أمرا. دعمي في القناة بالإعجاب والاشتراك، ومني الوصفات الجيدة لتوالم مقامكم. قاطوا على الجروة بنت زمان، في أمان الله، سلام.